انت داخل تصور ذبيحة صح؟ استنى بس لحظة. قبل ما ترفع الفيديو ده لازم تعرف حاجة مهمة جدا. يا جماعة احنا خلاص داخلين على عيد الأضحى، كل عام وانتم بألف خير. وكلنا بنحب نوثق اللحظات الجميلة، نصور الأضاحي، نشارك الفرحة بينا. العجل هرب يا جدعان وحاجات كتير جدا. بس خليني أقول لك حاجة خطيرة جدا جدا ممكن تدمر قناتك على اليوتيوب. يوتيوب عنده سياسة صارمة جدا ضد أي مشهد فيه عنف ضد الحيوان، حتى لو احنا عارفين انه دي شعيرة دينية، ممارسات معتمدة بالعيد وبيننا طبعا، ودي فرحتنا بتعتمد يعني. الا منصة اليوتيوب مش هتشوف بنفس الطريقة اللي انت شايفها واللي انت باصص لها. النظرة بتاعتك هتختلف، او نظرة اليوتيوب هتختلف بين النظرة بتاعتك. احنا عارفين ان دي شعيرة احنا بنشارك فرحتنا بيها علشان نفرح كلنا سوا ونضحك وكده. اما اليوتيوب بيبص لها على انها زي ما انت ليك حقوق الحيوان له حقوق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت صورت وانت بتجري ورا العجل او البقرة قبل الذبح، دي اول نقطة. تاني نقطة، او البهايم وهي مربوطة وبتقاوم انها تفلت وعايزة تجري خلاص، دي تاني نقطة. تالت نقطة، ضرب او اي شكل من اشكال العنف ضد الحيوان، دي تالت نقطة. اما رابع نقطة، ام حتى الذبح امام الكاميرا بشكل مباشر، كل ده ممكن يتشاف على انه اساءة للحيوان، وساعتها الفيديو بيتم حذفه. تمام كده؟ القناة بتاخد انذار، ولو كررت الموضوع القناة بتاعتك بتحظر بالكامل، بتتحظر، الفيديو بيروح. علشان كده انا بعمل الفيديو ده دلوقتي علشان احذرك قبل العيد. نداء لجميع قنوات الطبخ، الفلوجات، الناس اللي بتطلع وتصور بالشوارع، النكت، الترفيه، الحس الفكاهي غريب احيانا. اسمع يا صاحبي، والجزارين، اسمع يا صاحبي، انت عايز تروق على الناس بالعيد تصور لهم العجل هرب يا جدعان. الفيديوهات دي دلوقتي اليوتيوب حط سياسة صارمة للحيوانات، لها حقوق زي ما انت لك حقوق الحيوانات لها حقوق. ممنوع اي فيديو ينزل على اليوتيوب والحيوان بينضرب او بيندبح قدام الكاميرا او بيتعذب او بيحصل له اي حاجة، او بهايم بتقاوم انها تفلت حالها من الحبل المربوطة فيه او اي حاجة. اوعى تنشر اي حاجة من دول. انا عارف انه ده العيد بتاعك وكده، بس انت حاب تصور الاضحية بتاعتك، مثلا قناة يوميات مش عارف مين، يوميات كذا، حابين تصوروا ضحينا السنة دي، صوروا خروف وانتوا بتروعوا عليه كده بقى، وانتوا بتسلوه وتضحكوه، وبعد كده افصلوا الكاميرا واذبحوه، وبعدين افتحوا الكاميرا تاني وهو بعد الذبح ومش عارف. منها لان في ناس بتحبش المناظر ديت، ومنها علشان اليوتيوب زي ما انت ليك حقوق هو ليه حقوق. ولو انت جيت ذبحت قدام الكاميرا سلامتك وتعيش الفيديو بتاعك محظور كليا من اليوتيوب. القناة احتمال تتحظر، وهي هتتحظر والفيديو هيتحذف. اتمنى انك تكون استفدت دلوقتي. بس اكيد في حاجة معينة هتسألني وتقول له مال يا عم ابراهيم، هو العيد ده ازاي هنحتفل فيه على اليوتيوب ونخلي العالم كله تشوف فرحتنا وكده؟ بص يا صاحبي، صور فرحة الناس، التحضيرات، اللمة، الأجواء، التوزيع، صلاة العيد، لكن تجنب المشاكل بتاعت العنف والذبح المباشر أو الجري وراء الحيوانات أو ضربها أو قدام الكاميرا أو غيره. اليوتيوب مش بيظن النية، بيظن الصورة نفسها. تمام؟ ولو فاكر إنك ممكن تفلت من اليوتيوب، لا، المنصة بقت ذكية جدا جدا وبتقرأ كل فريم الفيديو بتاعك. كل فريم الفيديو بتاعك المنصة بتقرأه عادي. فما تحاولش تضحك على اليوتيوب، اليوتيوب أحسن منك، اليوتيوب أحسن منك ومحتاج اللي يساعدها. اليوتيوب محتاج اللي مش هقدر اتكلم. اسمع يا صاحبي، ما تنزلش اي حاجه من اللي انا قلت لك عليها دول علشان ما تحصل لكاش اخطاء وكده. امشي في السليم، صور على حاجات كويسه وابعد عن الحاجات اللي ديت.
ممكن انت تعدي بس اليوتيوب مش هيعدي لك، ممكن اليوتيوب يحطك في باله يحظر قناة. لا، الحاجات دي احنا مش عايزينها. حاول على قد ما تقدر انك انت كشخص اطلع من المأساة والخطأ ده كله، وخليك ماشي في السليم دايما، وربنا يوفقك. وعايز نصيحة مني ليك، لو حابب توثق المناسبات وحاجات زي كده، ركز على الجانب الإيجابي والروحاني والاجتماعي طبعا، بس ابعد عن التصوير اللي فيه أذى أو عنف أو أذى أو حاجة زي كده، أو أي حاجة تضر الحيوانات بشكل عام. وخليك دايما محافظ على قناتك، واحترم سياسات اليوتيوب، وشارك الخير بشكل ذكي وآمن. ولو لقيت الكلام ده مفيد ليك، شاركه مع صحابك اللي بيصوروا، علشان كلنا نحافظ على قنواتنا ونحتفل من غير مشاكل مع المنصة. منصة اليوتيوب منصة ممتازة جدا، منصة كويسة جدا، منصة بتربح، بس محتاجة اللي يمشي معاها واللي يفضل معاها مش يخالفها. طبعا المنصة ممتازة جدا، أتمنى كلكم تنشروا قنوات يوتيوب ومنشروا قنوات يوتيوب. المنصة فعلا كل يوم بتضيف قواعد جديدة، بتضيف كل يوم حاجات جديدة، بس مفيش مشكلة. وطبعا نداء عاجل كمان، احنا مش بنتكلم بس عن قنوات اليوتيوب، لا احنا بنتكلم عن قنوات اليوتيوب، بنتكلم عن قنوات التيك توك، بنتكلم عن قنوات الفيسبوك. الحاجات دي كلها دلوقتي بقى يعني خلاص كل واحد مسؤول عن منصته، مش عايز يعني بقوا يحطوا للحيوان ليه حقوق، بس كده زي ما انت ليك حقوق هو ليه حقوق، تمام. فحاول على قد ما تقدر خلي دايما القنوات بتاعتك والفيديوهات بتاعتك تظهر في نتائج البحث، الاقتراح يزيد. اوعى انك تخالف علشان يوتيوب ما يحذفكش الفيديوهات والاقتراحات تقل عندك. دايما خليك ماشي في السليم. واتمنى لو الفيديو كان عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو وصلت لحد معايا هنا اكتب لي انك انت وصلت هنا او اي حاجة، او كل عام وانت بخير. باي باي، سلام عليكم، ومن شق قناة يوتيوب.